السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله معادنا النهاردة مع كبسولة جديدة من كبسولات الجودة. في خلال الشهر أو الشهر ونص اللي فاتوا كذا حد كلمني على إزاي أعمل كواليتي مانجمنت سيستم في الشركة، بس ما كانوش بيتكلموا كده، كانوا بيتكلموا أنا عايز آخد الأيزو. فطبعا ببتدي أتكلم معاهم إيه هي الخطوات اللي ممكن يعملوها وإزاي يبتدوا يشتغلوا على الموضوع ده. بس بعد ما بسيبهم كده اسبوعين ثلاثه الاقي حد فيهم يرجع يكلمني يقول لي والله التوب مانجمنت عندي طالبه الشهاده اخر الشهر، فممكن تشوف لي حل. فانا سمعت ان في ناس بتيجي تعملها لي على طول وانا تمام، فانا تمام اوكي، انا عايز بس اخدها يعني عشان بس اصل انا محتاج اقدم في حاجه ضروري ولازم اخد معايا الشهاده. طبعا انا هنا بهنج بقى، بقف خالص ما بعرفش اقول ايه يعني، لسبب بسيط جدا. هو من ضمن المزايا بتاعت شهاده الايزو زي ما قلنا قبل كده ان هي بتقدر تدخلك سكوب جديد من الاعمال مع شركات كبيره او مع كلاينتس كبار يعني. طب ايه بقى المشكله اللي بتحصل دلوقتي؟ المشكله في الثقافه. اللي بيحصل باختصار شديد جدا ستف ورق. طب وبعد تستيف الورق بس خلاص. فتيجي بعد كده حضرتك تتكلم بقى في مبادئ الكواليتي اصلا، تتكلم في ازاي السيستم بتاعك يكون سيستم قوي، تكتشف ان نفس الشخص اللي كان بيستف ورق يقول لك عادي ما هي عدت. طب تعالى بقى انت اقنع وحاول تتناقش مع الناس ان لا يا اخوانا هي مش عادي، ده امبروفمنت ولازم نشتغل بيه، والايزو مش ورق. هو فعليا الايزو ورق، ان هو evidence based approach، بيتكلم على الدليل. show me don't tell me يعني وريني الحاجه ما تقعدش تحكي لي عليها. لكن فعليا هو انت عندك ثمار كتير جدا من ورا السيستم مش هتجنيها الا اذا كنت فعلا بتطبق السيستم اللي انت بتشتغل بيه. ونيجي هنا لاول نقطه، don't jump to conclusion، يعني ما تحاولش تنط للنهايات بسرعه. خد السيستم بتاعك واحده واحده، اشتغل عليه من الاول خالص. مش معنى ان زميلك او الشركه اللي جنبك نجحت تاخد الايزو بتاعها في 3 شهور يبقى انت لازم تاخده في شهرين. بالعكس، خد وقتك في ان انت تنتج سيستم صحي، سيستم قوي، وبعد ما تنتج السيستم الصحي والقوي ده ابتدي دور على السيرتيفيكيشن بتاعته. طيب اعمل ايه يعني برضه؟ بص حضرتك الموضوع بسيط جدا. اول حاجه خالص واحنا قلناها قبل كده، اكتب اللي حضرتك بتعمله. تعالى شوف الفانكشنز عندك بتعمل ايه واكتبها. ساعتها هيبقى عندك حاجه لطيفه جدا، عندك اللي انت بتعمله قصاد ستاندرد، حاجه المفروض تتطبق، حاجه اجمع الناس عليها ان هي تتطبق، وشوف العلاقه بينهم. انت فين منها؟ ممكن تلاقي نفسك واصل ل 100% منها، ساعتها توكل على الله وخد الشهاده. ممكن تلاقي نفسك ان انت عندك 50% بس منها، ساعتها محتاج ان انت تبريدج الجاب دي، تقفل ال 50% التانيين علشان تقدر تكمل. ممكن تلاقي نفسك 90، تلاقي نفسك 10%، تلاقي نفسك زيرو. طيب ناس تانية بتلجأ للاستشاريين اللي هم ناس محترمة جدا، بس في منهم انواع زيه زي اي حاجة موجودة في العالم. في منه الشاطر جدا 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 لدرجة تحس ان هو معقد لك كل حاجة، وفي منهم المناسب ليك، ده اللي هو بيدي لك اللي هو عايزه وبيدي لك اللي انت عايزه برضه على اساس ان انت توصل للشهاده بتاعتك اللي هو الغرض بتاعك في النهايه. وفي منهم اللي هو للاسف ضعيف. ده بقى اكبر مشكله، لان هم دول ارخص ناس موجودين واوضح ناس، وللاسف اكتر العين عليهم. طب دول بيعملوا ايه؟ بيبتدي يجيب مجموعه من الاجراءات ومجموعه من السياسات ومجموعه من المانيوالز ومجموعه من الفورم، بيقول لك خد دول. فطبعا حضرتك تنبهر، الله السيستم كله كامل شكرا، وتاخده عندك وتطبقه، وهيقعد معاك اول مره وهيجيب لك الشهاده وهيسيبك. من بعد كده حضرتك حرفيا مش هتعرف تعمل ايه. تكتشف ان كل اجراء من دول مش ناقص فيه خطوه واتنين، ده هو نفسه كاجراء ناقص. هو انت بتعمل الاجراء ليه؟ الاجراء بيتعمل عشان تعرف مين بيعمل ايه، فين وامتى وازاي. هو ده الاجراء. تعال بص على الاجراء اللي موجود عندك كده، هتلاقي مين بيعمل ايه، بيجامب على طول لكونكلوجن. يعني لو فرضنا ان حضرتك اداره البروكيورمنت، حضرتك مطلوب منك تتعاقد مع موردين جداد. بسم الله الرحمن الرحيم، هنتعاقد مع موردين، وبعدين تعاقدنا مع موردين. ايوه عملت ايه في النص؟ لا والله ده النو هاو بتاعي بقى، وانا هكتبه لك في الاجراء؟ معقوله يعني؟ ما ينفعش. يجي بعد كده حضرتك نشيلك ونجيب حد تاني مكانك، هيجي يقول لك هو انتوا كنتوا بتعملوا هنا تعاقد الموردين ازاي؟ يقول لك لا والله دي خبره اللي قبل كده، انت ما عندكش خبره ولا ايه؟ تكتشف ان انت حاسس ان انت اللي عندك مشكله، في حين ان المشكله في الاجراء نفسه.
اللي جه كتب لك الاجراء كتبه ومشي. طيب تعمل ايه بقى حضرتك في الجزئيه اللي زي دي؟ اكتب اللي انت بتعمله، وبعد ما تكتبه مش لازم توصل لمرحله الكمال ان انت تعمل اجراء متكامل في كل حاجه. انت اهم حاجه تاخد بالك منها لست الخطوات اللي حضرتك بتعملها، اكتبها. بعد ما تعملها كده بنفس الكتابه، روح شوف المرجعيه بتاعتك، ومش هقول لك على الايزو، روح شوف المرجعيه في شركه ثانيه، روح شوف المرجعيه في الحاجه اللي انت عايز توصل لها. انت عايز توصل لايه؟ والله انا عايز ان انا وانت نتعاقد مع الموردين بنفس الطريقه. ساعتها يبقى لازم يكون في خطوات معينه، وهيكون في فورمات معين نشتغل عليه، وهنجيب نفس الشخص اللي موجود، وانا هقيم الشخص ده وانت هتقيمه بنفس الطريقه. يعني هيكون عندنا كرايتيريا واضحه. عشان كده ابدا في كل اجراء من الجزئيه دي اكتب اللي انت بتعمله. في حاجه تانية بقى، الحاجه اللي حضرتك تختلف عليها مع اداره تانية او مع فانكشن تانية من اللي عندك، ده مش معناه ان انتوا غلط، ده معناه ان في نقطه تقاطع بينكم محتاجه تتكسر اكتر وتتوضح اكتر. دلوقتي بقى الكلاينتس اللي موجودين، ولنفرض زي الجهات الاجنبيه اللي موجوده، بقوا بيحشروا كلمه كواليتي جوه كل حاجه. procurement quality supervisor، procurement quality management plan، BIM quality management plan، project quality management plan، project execution quality plan. تلاقي حاجات كتير كلمه الكواليتي طالعه في النص، فيروح صاحب الفانكشن يقول لك الكواليتي اعمل ايه حضرتك؟ ده انت عارف هو بيقول لك ايه؟ ده هو بيقول لك انا عايزك تعمل لي اكسكيوشن بلان ذو كواليتي عاليه او ذات كواليتي عاليه. فبناء عليه محتاج من حضرتك تعرفه مين بيعمل ايه فين وامتى وازاي، والكرايتيريا بتاعتك تكون واضحه، وكمان الكنترول عليها والمونيتورنج بتاعك عامل ازاي. طب لو انت بتعمل سيستم دلوقتي وعايز تبدا بدايه من حاجه بسيطه، ابدا بحاجه الكنترول. يعني ايه؟ ابدا بالدوكيومنتد انفورميشن بروسيجر، ابدا بالميجرنج والتستنج بتاع الاكويبمنت، ابدا بالمانجمنت ريفيو، ابدا بالاوديتنج، ابدا بالحاجات البسيطه المحدده اللي مفيش خلاف عليها خالص. بعد ما تبدا بدول هتبتدي ترجع للفانكشنز الاساسيه اللي عندك، زي البروكيورمنت معروف اولها من اخرها، زي الكواليتي معروف اولها من اخرها، زي الاتش ار معروف اولها من اخرها، زي البلاننج بعد كده، زي الكوست، بصوره عاليه هاي ليفل. وبعدين كسر للفانكشنز اللي جوه، وخليك دايما متاكد ان انت طالما عندك بيز تقف عليها، سلمه تقف عليها، هتعرف تكمل اللي بعده. ايه مشكلتك في البيز؟ ان احنا دلوقتي ما عنديش اجراء خالص، وبحلم يكون عندي اجراء قوي جدا، فدايما عيني على الحلم، دي حاجه كويسه جدا، بس حضرتك كده بتجامب. خليك بيبي ستيبس، خطوات بسيطه واحده واحده، عشان تقدر توصل للهدف اللي موجود عندك. ساعتها هتلاقي ان الاجراء اللي عملته على الاقل بيوصف 60 او 70% من حجم العمل اللي انت عايز تعمله. الموضوع على فكره سهل، بس هو في جوهره عباره عن سهل ممتنع. لازم تشتغل عليه انت قبل غيرك، الفانكشن المسؤول عن الاجراء قبل الفانكشنز الثانيه. انا عارف ان الموضوع بيكون صعب، لان ده شغل بالكامل، دي يعني وظيفه بدوام كامل، مش شخص هيعملها. وخليني اقول لك ان الكلام ده اصلا كله جاي من التوب مانجمنت. جزء اساسي من البور كواليتي في اي سيستم موجود هي التوب مانجمنت. ليه؟ علشان الالتزام. الناس كلها تقول لك التوب مانجمنت كوميتد تو، جمله واضحه وصريحه في اي بوليسي موجوده، بس هل انت فعلا كوميتد تو؟ ده بقى السؤال لازم تساله، لان الكوميتمنت اللي بيحصل لازم يكون جاي على كل الاوقات وفي كل الظروف. يعني في وقت الزنقه وفي وقت الفراغ، مش في وقت الفراغ كوميتد وفي وقت الزنقه عندي مشكله. لا، لازم نباي باس السيستم ونشوف حاجه ثانيه. البيزنس بيزنس، الشطاره ان انت تقدر تخلي البيزنس بتاعك يقدر ان هو يوفركم اي عقبات، سواء كانت في وقت الظروف الكويسه او في وقت الظروف الصعبه. هحاول في الفتره الجايه ان انا اتكلم باختصاص من بدايات علشان تقدر تنفذ الكلام اللي انا بقوله ده، وان شاء الله يكون علمي وانتفع به. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.